يا أهل، أنا كيرو، ودي الحلقة رقم 22 من بودكاست أفكار مع فنجان القهوة. البودكاست اللي هنحاول نلاقي فيه لحظات من السلام النفسي وسط دوشة الحياة. كل اللي مطلوب منك إنك تشرب قهوتك وتطبطب على روحك، وتيجي معايا في رحلة تكون فيها أنت صديق قهوتي المقرب. وفي نهاية الحلقة هكون سعيد لو شاركتوني تعليقاتكم وأفكاركم للحلقات الجاية، وكمان على سبيل الدعم والحب هكون ممتن جدا لو قيمت البودكاست ده على منصة البودكاست اللي بتحب تسمع منها. قهوة سعيدة. لو يوم من الأيام دخلت قاعة مزادات من غير قصد، أول حاجة هتحس بيها هي إن كل حاجة حواليك ليها تمن، حتى لو بالنسبة لك كانت ملهاش معنى ولا تستحق كل الرقم المطلوب فيها. المكان زحمة وناس بتزايد على حاجات محدش فاهم هل هي ليها قيمة فعلا. وسط الدوشة دي عينيك بتقع على صندوق خشب، تراب السنين مغطي قفله المصدي، بس حسيت ان جواه حكايات مستنية اللي يفتحها. في شيء غريب شدك، فقررت ترفع ايدك زيهم وتزايد عليه. انا متشكر قوي يا جدعان، بس لو ربنا كرمني وخدت المحل اروح البنك اجيب قرض واديكم فلوسكم عليها 100 بوصه. يا عم انت خده بحلقة الحلال، ربنا يخليك. وتكسب المزاد مقابل مبلغ معقول من المال. تروح بيتك وتدخل اوضتك في حماس رهيب انك تكتشف اللي جوه الصندوق، وفجأة تلاقي نفسك قدام شيء عمرك ما توقعته. كمية ضخمة من نيجاتيف أفلام تصوير قديمة. بتقرر تحمض الأفلام دي وتبدأ تقلب في الصور، وهنا بيقف بيك الوقت وبتكتشف انك قدام كنز حقيقي انت أول واحد يكتشفه. صور صاحبها كان بيبص على الدنيا من زاوية تانية خالص، زاوية فيها صدق مرعب وجراءة في مواجهة العالم من مسافة قريبة جدا. وقتها بس بتفهم إن اللي ما كانش ليه تمن غالي في المزاد كان شايل جواه حياة كاملة بتفاصيلها ومحدش يتخيل جمالها. الحكاية دي مش خيال، ده اللي حصل بالظبط في 2007 في مدينة شيكاغو. شاب اسمه جون معلوف اشترى صندوق كراكيب في مزاد، ثم اكتشف انه اشترى تاريخ واحدة من اعظم مصوري الشارع في القرن العشرين، فيفيان ماير. I found this box loaded with negatives. I won it for $380. The history of street photography is being rewritten. Vivian Maier. فيفيان كانت مربية أطفال بسيطة، قضت حياتها شايلة كاميرتها وبتصور اللحظة اللي بتحبها، اللقطة اللي بتعجبها، المشهد اللي بيثير اهتمامها وبيشد انتباهها. سابت وراها أكتر من 100,000 صورة محدش شافهم وهي عايشة. الفيلم اللي اتعمل عن فيفيان ماير ما كانش مجرد توثيق لحياة مربية أطفال، لكنه كان بيحطنا قدام سؤال أكبر: إزاي حد بالعبقرية دي يعدي في الدنيا من غير ما كل اللي حواليه ياخدوا بالهم منه؟ وهنا تفهم الحكاية أكتر، إن اللي حصل في مزاد صغير في شيكاغو بيحصل حوالينا كل يوم من غير ما ناخد بالنا. بنعدي على حاجات وعلى ناس قيمتهم الحقيقية مستخبية، وبنزايد على أمور ملهاش أي قيمة أو تمنها أقل مما تستحق، وبنزايد على بعض في مزاد اجتماعي عمره ما بيخلص.
القيمة دلوقتي ما بقتش في السلعة نفسها، القيمة بقت في الزحمة اللي حواليها. احنا بقينا بنقدس الطريقة اللي بتتعرض بيها الأشياء وبننسى جوهرها. وده بياخدنا لحاجة أهم، وهي إن لما الناس تكتشف متأخر إن اللي كانوا شايفينه عادي كان تمنه أغلى بكتير، وإن الأشياء اللي دفعوا فيها التمن كبير وحاربوا سنين عشان يكسبوا المزاد عليها كانت لا تستحق المزايدة من الأساس. وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية. أهلا بيك في قاعة مزادات المجتمع. ألفريد تاوبمان مؤسس دار ساذبيز للمزادات بيقول إن المزاد مش مكان لبيع الأشياء، المزاد مسرح اجتماعي كامل. Only at Sotheby's, here in the Breuer, the Klimt Julian is yours. Congratulations. وفعلا يا صديقي، احنا عايشين جوه مسرح اجتماعي كبير، المعروض فيه هو احنا. في المزاد ده كل واحد فينا شايل يافطة مكتوب عليها أنا مستعد أبيع حتة من حقيقتي عشان تقبلوني وسطكم. وبقينا بنشوف سعر لكل حاجة، سعر للحب، سعر للصداقة، وحتى سعر للقبول الاجتماعي. الناس داخل قاعة مزادات المجتمع ماسكين كتالوج أحكام جاهزة بيزايدوا بيها على حياتك. نجحت بسرعة، أكيد واسطة. فشلت مرة، هتفضل فاشل للأبد. اتطلقت، معرفتش تحافظ على بيتها. اتأخرت في الجواز، أكيد فيها عيب. ساكت بزيادة، غامض. مكمل حياتك لوحدك، أناني. حلوة من بره، أكيد فاضية من جوه. قلبك طيب، تبقى ساذج. بتحب نفسك، مغرور. مكسور في تجربة صعبة، ضعيف. مكتئب، ما عندكش إيمان كفاية بربنا. الأحكام دي بتعكس حاجة الإنسان طول الوقت للسيطرة على المجهول. لما يشوف نجاح أو فشل أو قرار شخصي بيحاول يفسره فورا بجمل جاهزة عشان يريح نفسه من التعقيد. لكنها في الحقيقة يا صديقي كلها أحكام تفتقر للتجربة الإنسانية، لأنها بتلغي السياق والظروف والاختيارات الفردية. الناس في واقع الأمر يا صديقي غير منطقيين في أحكامهم، ومزادهم غير واقعي. وهنا يظهر سؤال مهم: ليه بنهتم بتقييم الآخرين لينا وكأننا معروضين بالفعل للبيع في مزادهم؟ اشرب قهوتك وانا اشرح لك. في علم النفس لاحظوا حاجة غريبة: الناس أحيانا بتزايد مش لأن الحاجة تستاهل، لكن لأن الخسارة قدام الناس هي الأصعب. فتكتشف إننا مش دايما بندور على السعادة قد ما بندور إن شكلنا يبان سعيد ومثالي قدام الناس. ثم مزاد المجتمع مش عادل زي ما انت فاكر. أحيانا بيبقوا زارعين ناس وسط الجمهور بس عشان يرفعوا السعر وهميا. على ترابيزة من ترابيزات أحد قاعات الأفراح بيتفتح مزاد اجتماعي شهير. بنت تجاوزت 30 من عمرها كانت قاعدة في فرح واحدة من قرايبها. المزيكا عالية والكل بيرقص وبيضحك، وفجأة قعدت جنبها واحدة من قرايبها الموجودين في الفرح، وبابتسامة باردة وجهت مسدسها وضربت رصاص أحكامها عليها وقالت لها: شفتي؟ بنات العيلة كلهم اتجوزوا، شدي حيلك عشان نفرح بيكي. المزاد هنا يا صديقي كان على أنوثتها وقيمتها كإنسانة، اللي المجتمع قرر إنها بتقل فقط لأنها بتتقدم في العمر. وفي مزادات تانية في المجتمع حوالينا بيبدأ بسعر قليل قوي، سعر يطمنك،
يجيب رجلك زي ما بيقولوا. بيبدأ بحاجات صغيرة، تنازلات بسيطة، تضحيات عابرة وممكنة، تلبية متطلبات معينة صغيرة عشان بس ترضي اللي حواليك أو عشان تحافظ على شكلك قدام الحاضرين في مزاد المجتمع، لحد ما تكتشف إنك بعت نفسك حتة حتة، وتكتشف إن كل خطوة بعدها تمنها أغلى وأكبر. وسط ناس غاوية العقد والكلاكيع قررت أنا هعمل مزاد وفيها بيع كل البدال اللي في دولابي والساعات واللي بالي في جرابي من حاجات تاخد نصايح. هو ليه أصلا الإنسان اخترع فكرة المزاد؟ أولها لأن التنافس صفة قديمة قدم الإنسان نفسه ووجوده على الأرض. من آلاف السنين هيرودوتس المؤرخ اليوناني القديم حكى على طقس غريب في بابل القديمة، وهو إن كل النساء وقتها كانوا بيعرضوا للجواز في مزاد، الأجمل فيه بيتزايدوا عليها بأغلى سعر، والفلوس اللي تتجمع تتوزع عشان يتجوزوا بيها الأقل جمالا. المزايدة هي آلية بشرية قديمة لتوزيع الموارد الناتجة، والسبب النفسي واضح. احنا كائنات اجتماعية مدفوعة بدافع المكانة والاعتراف والصورة اللي بنحب نشوفها في عيون الناس. تخيل معايا صديقي انك قاعد في اجمل مقاهي باريس، قدامك كرواسون شكله حلو، وجنبك قهوتك المفضلة، وقدامك مشهد ساحر لبرج ايفل، لكنك مش بتستمتع بالأكل ولا باللحظة. انت مشغول بزاوية التصوير واختيار الفلتر المناسب وكتابة كابشن يوحي للجميع بأنك عايش اللحظة ومستمتع وسعيد. في مسلسل إيميلي إن باريس قالت إيميلي جملة هي مفتاح عصرنا الحالي: It's not just a product, it's a lifestyle. ولو استدعينا هنا روح الدكتور مصطفى محمود وكتابه الشهير الشيطان يحكم، هتلاقي ربط مذهل بينهم. فهو كان بيشوف إن الإنسان بيقع في فخ عبودية نظرة الآخرين، وإن الشيطان في فلسفته ما بقاش بيجي بقرون وحوافر، لكن بيجي في صورة وهم القيمة اللي بنستمدها فقط من إعجاب الناس. إيميلي في المسلسل بتنافس على فكرة الانطباع، حياتها كلها تحولت لشو، والمجتمع هو الجمهور اللي بيحدد هل حياتها دي تساوي الكثير من اللايكس. فلسفة المسلسل هي تجسيد لما سماه دكتور مصطفى محمود القيود الوهمية. الحياة في العصر الإلكترونيات في الواقع هتبقى حياة مرهقة جدا. أولا هتبقى حياة جافة وآلية وسريعة الإيقاع ومرهقة الأعصاب وزحمة، والستر هيبقى مفضوح والخصوصية منتهكة. وفي كتابه بيطلب مننا الانفصال عن لعبة الأحكام الاجتماعية وإننا نعيش حياة حقيقية. تخيل معايا صديقي لو صحينا بكرة ولقينا جميع منصات السوشيال ميديا اختفت، يا ترى إيه اللي هيفضل من شخصيتك؟ هل هتلاقي إنسان له ملامح وحكايات وذكريات؟ وهل أنت إنسان له حياة حقيقية؟ ولا كلنا تحولنا لمجرد محتوى اللي بيحدد قيمته وعدد اللايكس من الآخرين؟ في كل مزاد حتى لو فزت قد تكون الخاسر الحقيقي وانت مش حاسس، ودي معضلة شهيرة اسمها لعنة الفائز. وهنا بنفتكر نيتشه لما قال إن الفرد مضطر يكافح طول الوقت عشان ما يطحنش من قبل القبيلة، وتكون النتيجة إنك تضطر تمثل إنك عايش حياة مش بتاعتك بس عشان ترضيهم. في المزاد الفايز غالبا هو الخاسر الحقيقي، لأنه في الأغلب دفع في السلعة تمن أكبر من قيمتها الحقيقية. لعنة الفايز مش بس في الفلوس، لعنة الفايز هي إنك تحصل على الوظيفة اللي حلمت بيها بس تكتشف إنها سرقت منك حياتك أو صحتك أو علاقتك بولادك.
أو إنك تفضل تجري في الحياة لحد ما تشتري بيت أحلامك، بس تكتشف إنك بقيت غريب جوه حيطان لأنك نسيت تهتم بمين هيعيش معاك فيه. في 2019 في معرض آرت بازل الشهير قام فنان إيطالي معروف بلزق موزة حقيقية ممكن تشتريها بكام جنيه من بتاع الفاكهة على ناصية شارعك، ولزقها بشريط على لوحة والناس واقفة بتصورها بانبهار. المزايدة هنا ما كانتش على ثمرة فاكهة، المزايدة كانت على مين يقدر يدفع كل التمن ده في اللاشيء عشان يثبت إنه فاهم في الفن. واتباعت الموزة ب120,000 دولار. لما تشوف لوحة تافهة بتتباع بملايين اوعى تسخر من المشتري، لكن اسأل نفسك كم مرة كل واحد فينا باع يوم من عمره أو جزء من طاقته ومشاعره فقط عشان نكسب تسقيف ناس معينين في مزاد اجتماعي عمره ما بينتهي. هل عمرك فكرت ايه اللي بيحصل للناس بجد جوه قاعة المزاد؟ اشرب قهوتك اللي قربت تبرد وخليني اقولك، الناس جوه قاعة المزاد بيصيبهم ما يسمى بحمى المزاد. فجأة يتحول الهدف من أنا عايز الشيء ده إلى أنا مش عايز أخسر قدام الناس دي كلها. والرغبة في الامتلاك بتتحول لغريزة بقاء. كمان ورا كل مزايدة بيسكن وحش اسمه الخوف من الندم. انت مش بتزايد لأنك معجب باللوحة المعروضة على سبيل المثال، لكن لأنك بتخاف من اللحظة اللي هترجع فيها لبيتك وتقول يا ريتني كنت رفعت السعر أكتر. كمان جوه قاعة المزاد بيتدخل العقل الجمعي بشكل كبير. لما تلاقي الكل بيرفع ايده بتبدأ تسمع صوت جوه دماغك بيقولك هو أنا اللي غبي؟ أكيد الموزة دي فيها سر وأنا اللي مش فاهم. إحنا مش بنثق في ذوقنا تجاه الأشياء قد ما بنثق في زحمة الناس حوالين الشيء. والأغرب من كده هو اللي بيسميه علماء النفس وهم الملكية المبكر. بمجرد ما ترفع ايدك لأول مرة في المزاد عقلك بيوهمك ان الشيء أصبح ملكك فعلا، فتبدأ في الدفاع عنه بشراسة، مش كأنك بتشتري لكن كأنك بتسترده من ناس بتحاول تسرقه منك. 2 مليون ونص، 3 مليون ونص، 4 مليون. الخلاصة يا صديقي ان الناس بيظنوا ان المزاد عن الأشياء، لكن في الحقيقة هي ان المزاد عن الناس، عن غرورهم وخوفهم وجوعهم للتقدير. عمرك جربت تقعد مع أصحاب ما قابلتهمش من زمان وتحس انك مش في قعدة عادية لكنك بقيت في قاعة مزاد؟ كل كلمة بتتقال، كل ضحكة، كل موبايل ومفتاح عربية وشنطة بتتحط على الترابيزة هو في الحقيقة زيادة للسعر في مزاد مستمر على مين فيكم اللي كسب أكتر في الحياة. هتخيل معاك دلوقتي يا صديقي قعدة أصحاب بأسماء افتراضية. عمر مدير تنفيذي في شركة أجنبية كبيرة واللي بيزايد ببرستيج الشغل وسفره واجتماعاته اللي ما بتنتهيش وعايز يثبت إنه الأنجح وظيفيا وماديا. وخالد بلوجر بيزايد بالحرية واللايف ستايل وبيحسس كل اللي حواليه إنهم عبيد للمكاتب وهو الوحيد اللي عايش. أحمد كان زوج وأب بيزايد بالتضحية العائلية ومدارس ولاده الغالية وبيحسسهم إن نجاحهم ناقص حاجات كتير هو حققها. ومنى قررت تكون فنانة ومؤثرة واللي عايزة تخرج بره المزاد وتقول أنا مرتاحة من غير ما أثبت أي حاجة لأي حد. المشهد ده بيخلص والكل قايم وهو حاسس إنه تقيل ومهزوم عاطفيا بشكل ما. ليه؟ لأنهم ما كانوش بيحكوا لبعض عن حياتهم، كانوا بيزايدوا على بعض، أو زي ما بنقولها بالمصري بيعلوا على بعض.
والمزايدة مش بتنتهي لحد هنا. في مجتمعنا كمان لازم لما تقول مشاعرك تلاقي حد يعلي عليك. متضايق؟ أنا متضايق أكتر منك. حزين؟ أنا حزين أكتر منك. حياتك مليئة بالخوازيق، أنا خوازيقي أكبر منك. وقيس بقى على كده، وكأننا يا صديقي مقدمين على جايزة. ليه بنعمل في بعض كده؟ بيقول جون بول سارتر في مسرحية نو إكسيت: الجحيم هم الآخرون. لو دخلت قاعة المزاد النهاردة مش هتلاقي لوحة لبيكاسو ولا فان جوخ، هتلاقي سلع تانية خالص. وأول وأهم سلعة فيهم هي الاتنشن، الاهتمام. النهاردة المزاد على مين بيتشاف أكتر. تاني سلعة هي الصورة الاجتماعية، مين شكله أحسن، مين حياته مبهرة أكتر. وتالت سلعة النجاح السريع، مين قدر ينجح بدري، مين أشطر في إنه يركب الترند، مين عرف يختصر الطريق ويوصل أسرع. وكأن الحياة بقت سبق. ورابع سلعة هي اليقين الكاذب. الناس بتزايد على أي فكرة تحسسهم بالأمان حتى لو كانت كذبة. بندفع من طاقتنا ومشاعرنا عشان نشتري شعور إننا فاهمين كل حاجة ومسيطرين على كل الأمور. زي فيلم الكيف بالظبط يا صديقي. الصراع بين الدكتور اللي عايز يبني قيمة حقيقية وبين جمال أخوه اللي عايز الكيف والسعادة السريعة والوهم. زنقت روحك في الكيمياء وفضلت تدعي في ماجستير وفي دكتوراه وطرش نافوخك بيد 2 كب في 4 ورجل 6 فيه 18 اخرتها 250 جنيه في الشهر يا مهرج. انت عارف المهرج بياخد كام في الليلة الواحدة يا دكتور؟ المسألة مش مسألة كام، في اعتبارات كتير قوي أهم من كام يا قفل. أنا برضو اللي قفل. طبعا، لأنك بتحاول تعرف سعر كل شيء لكن ما بتحاولش تعرف قيمة أي شيء. في قاعة المزاد كل حاجة علنية، بس في الحياة أغلى معاركنا وانتصاراتنا ومكاسبنا بتكون في السر. الناس بيشوفوا النتيجة يا صديقي، ما بيشوفوش الرحلة. وفي وسط زحمة الحياة دي لازم نفتكر طول الوقت إنه في حاجات برا الحسبة، حاجات ما بيتحطلهاش تيكت سعر ولا مطروحة للمزايدة. كرامتك، مشاعرك، سنين عمرك، كلها أشياء أغلى من أي تمن ممكن يدفع فيها. مش هخبي عليك يا صديقي، إحنا مجبرين نعيش في نظام تنافسي. العالم برمجنا إننا نقيس قيمتنا بمقارنة نفسنا باللي حوالينا. الحقيقة إن العالم ما بقاش يزايد على الأشياء، العالم بقى بيزايد على الإنسان. فاشرب قهوتك يا صديقي وطبطب على قلبك. صدقني أحكام الناس عليك لا تمثل غير حقيقتهم هم. وزي ما قريت في يوم في كتاب قلق السعي إلى المكانة، قلقنا من كلام الناس بيخلينا نعيش حياة مش حياتنا بس عشان نرضي ناس ما بيشبهوناش. وزي ما قال العراب دكتور أحمد خالد توفيق: الناس وحش مفترس لا يرضى بشيء، فلا تحاول إطعام الوحش من روحك. وفي ناس عايشة عشان تكسب المزاد، وفي ناس قليلين عايشين عشان يكسبوا نفسهم. ومع فنجان قهوتك اللي جاي عايزك تفتكر مش مهم كام واحد سقف لك في المزاد، المهم كام مرة قمت لما وقعت، وكام حاجة خسرتها بس ما بعتش روحك في مقابل انك تحافظ عليها. وبقيت انت الوحيد اللي اتعلمت تطلع من مزاد المجتمع كسبان نفسك.